السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل كل شيء لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن مباراة، سنتكلم عن لاعب إسماعيل الغربي. بعد نهاية المباراة بفوز منتخب سوريا أمام منتخب تونس، وتكلمنا عن هذه المباراة، فمبروك لمنتخب سوريا اللي قدم مباراة كبيرة، ومدرب منتخب سوريا تفوق على سامي الطرابلسي مدرب تونس، وأيضا شفنا التنظيم الدفاعي وقدموا مباراة كبيرة وفوز ب3 نقاط اللي غادي تعطيهم دفعة معنوية قوية جدا، و3 نقاط مهمة في هذه المجموعة. فمنتخب تونس اليوم فاجأني إسماعيل الغربي، قدم مباراة رائعة. فتونس نعم كانت هي المسيطرة، فرص أكثر، محاولات أكثر، كانت قريبة من التسجيل، اللمسة الأخيرة كانت تنقص المهاجمين، لكن في النهاية المنتخب سوريا فاز في المباراة. فإسماعيل الغربي فاجأني هذا اللاعب، موهبة رائعة، فقط هناك نقطة: يلعب مع المجموعة أكثر سيكون أكثر من رائع. فهو كموهبة هذا 21 سنة، لاعب 21 سنة. اليوم اللي يقول لك المنتخب تونس، اسمع المنتخب تونس لم يلعب بالفريق الاول، لكن راه شوف، انا تكلمنا عن منتخب سوريا اللي قدم مباراه رائعه وفاز ب3 نقاط، ومبروك لمنتخب سوريا. واللي فاز نقول له مبروك، عادي، هذه تبقى كره القدم. فاللي سمعت في التعليقات وبعض الصفحات بان المنتخب تونس لعب بالفريق الاول، لا يا اخي العزيز، المنتخب التونسي لعب بالفريق الثاني. وغادي نقول لك، نعطيك بعض النقاط. المنتخب تونس اليوم، هل تعرف أخي العزيز غياب منتصر الطالبي وديلان براون وأيضا يان فاليري وعلي العابدي؟ هذا الرباعي يعني رباعي الدفاعي كان غائب اليوم. هو لعب، هذا الرباعي لعب أمام المنتخب البرازيل. في الوسط إلياس السخيري وحنبع المجبري كانوا غايبين. واليوم شفنا فرجاني ساسي اللي يلعب أساسي مع المنتخب تونس، شفناه اليوم اللي لقى صعوبه بغياب بغياب حنبعل وايضا الياس السخيري، لقى صعوبه مع محمد علي بن رمضان اللي ايضا عنده امكانيات رائعه، لكن بطء اللاعب وتضييع اكثر من كره. وايضا مرياح، يعني مرياح، ياسين مرياح، اللي بناء الهجمه من الخلف كانت صعوبه امام منتخب سوريا. وايضا شفنا اخطاء، تمريرات خاطئه بطريقه غريبه، لا من محمد علي بن رمضان، لا ايضا من ياسين مرياح، لا ايضا الدفاع كامل. يعني بصراحه الدفاع كامل كان هناك اخطاء في الدفاع. ولا ننسى في الهجوم، اليوم الهجوم ليس هناك مهاجم سريع، ليس هناك مهاجم اللي قادر ان يسجل، وايضا ليس هناك اجنحه سريعه قادره تصنع الخطوره. فغياب الياس سعد كان مؤثر. فايضا هناك غياب الياس سعد اللي كان موجود امام المنتخب البرازيلي، ويجب ان تعرف بان الياس سعد هو من اهم لاعبي المنتخب التونسي. تخيلوا معي الياس سعد مع اسماعيل الغربي، ماذا سيفعلون مع المنتخب التونسي؟ وايضا المستوري يعني حازم كان غائب اليوم ايضا. فهنا نتكلم غياب اكثر من 8 لاعبين. ولا ننسى اصابه العيدوني. فنتكلم عن غيابه مجموعه قويه جدا من اللاعبين. رغم ذلك المنتخب التونسي يبقى منتخب قوي. وايضا منتخب سوريا اللي يقول البعض بانه كيف فاز منتخب سوريا، راه منتخب سوريا ايضا منتخب قوي جدا، ومنتخب محترم، ومنتخب يقدم كره جميله، وشاهدتم في مباراه اليوم. راه منتخب سوري، راه منتخب، ليس هناك منتخب سهل. ايضا منتخب سوريا منتخب قادر ان يذهب بعيدا في هذه البطوله، نعم، ليس هناك منتخب سهل. اليوم انتهت المباراه. اسماعيل الغربي اليوم بصراحه يعني لاعب اللي بصراحه يعني نقطه ايجابيه لمنتخب تونس، سيعطي اضافه كبيره جدا لمنتخب تونس في المجموعه، مع حنبع المجبري والياس سعد والياس السخيري. فلذلك هذا اللاعب بصراحه سيكون من اهم لاعبين المنتخب تونس في المباريات القادمه. غياب التركيز، وايضا المدرب ما عرفش يوظف اللاعبين والتشكيله. راه هناك بعض اللاعبين لعبوا دوري ابطال افريقيا ومباشره لعبوا مباراه امام منتخب سوريا، فكان ارهاق من اللاعبين. هذا ليس هناك اعضاء لمنتخب تونس لانه لعب بالفريق الثاني او هناك ارهاق من اللاعبين، لا. ايضا منتخب سوريا فاز ب3 نقاط لانه ايضا قدم مباراه كبيره، وهذه الحقيقه. نعم منتخب تونس كانت لديه اكثر من كره عرضيات. علي معلول دار اكثر من 12 عرضيه، 6 عرضيات كانوا ناجحه، لكن من سيسجل؟ فراس كان غائب، جزيري بعد دخوله رغم ذلك غائب، ليس هناك مهاجم يعرف يسجل. فمبروك لمنتخب سوريا وهاردك لمنتخب تونس، والقادم افضل لمنتخب سوريا وتونس. وهذه كره في الاخير، احبكم في الله.